طبعا هو 4 أنواع. عندنا إما يكون على شكل إسهال، أكثر شيء إسهال المريض، والإسهال دائما يصير بعد الأكل، يعني مباشرة وراء الوجبة يصير عنده إسهال، ومن يصير عنده إسهال الآلام مال البطن كلها تروح، والإسهال مو كلش هواية يعني باليوم. أو من النوع القبوضية دائما بطنه إمساك أو يعاني من الإمساك، يعني إحنا من نقول إمساك الخروج يعني أكثر من 3 أيام تطلع مرة واحدة ويكون الخروج يابس. أما إذا كل 3 أيام تطلع مرة واحدة والخروج طبيعي هذا نسميه إمساك. إذا طلعت بطنه 3 مرات باليوم ومو إسهال هذا طبيعي. أما الإمساك أكثر من 3 أيام يكون الخروج كلش صلب. أما الإسهال كمية هواية باليوم هذا نسميه إسهال. النوع الثالث مخبوط، مرة إسهال مرة قبض، مرة إسهال مرة قبض، وقسم منهم فقط انتفاخ وآلام بالبطن، بس الآلام مو كلش حادة ولا تقعد المريض من النوم. هذه 4 أنواع المفروض المريض يعاني منها أقل شيء 3 أشهر، بس بشرط أي مرض عضوي ما عنده.